يعني لما يبقى معايا نجم كوميدي كبير كلكم حبيتوه، كلكم عشقتوا افيهاته، كلكم عشقتوا افلامه، نجم انت لازم اول ما تشوفه هتحب تتفرج على عمل ليه. ما تعرفش هو ايه، يعني ممكن يكون حاجه كوميدي، حاجه تراجيد، حاجه بس الاكشن ما كانش فيه. الاكشن جاي قادم بقوه. انا على فكره من عشاق الاكشن. انت تعرف ان زمان الله يرحمه الاستاذ سمير غانم كان مسميني جاكي شان، وقعد يطلعها في دماغي يقول لي ليه ما تعملش افلام كوميدي اكشن او تعمل على المسرح اكشن وبتاع. وانا ساعتها بقى طلعت في دماغي وبدات عايز اروح اتدرب واعمل واروح الجيم. هما يومين في الجيم وبعد كده نهجت وما نفعش الموضوع. الاكشن له اكشناته وناساته او اناسه، بس نفسي اعمل اكشن والله. طب ما سهل. هي محتاجه بس تدريبات قويه عنيفه اه وتربيه عضلات ومجانس واضرب لي 2 3 في البروفه كده فاتشجع. ممكن ابقى اجي معاك. تعال اضربهم انت مكاني وانا اللي اعمل. يعني قاعده بقى على البحر كده طبعا. وشرم الشيخ عسل. والجمال اللي احنا فيه ده، عسل حاجه تفتح النفس قوي. بص، احلى البلاد والله. شرم الشيخ دي بلد دمها خفيف جدا قوي ولذيذه وعارفه فيها طاقه ايجابيه كده. وبعدين في حاجه بقى، ما تقعد على البحر وتنام على الشезлونج هنا من الساعه 9 الصبح لحد 11 تاخد شمس عجيبه جدا وبتاخد طاقه حلوه. وعند الغروب نفس الحكايه، تستلقي كده في هدوء وغفلت لك نص ساعه هتكتشف ان جسمك خد طاقه وباور غريب جدا. فانا تقريبا من ساعه ما جيت هنا بعمل الحركه دي، بختفي ويقعدوا يدوروا عليا، ببقى انا على الشезлونج ده قاعد بتغير بتامل بقى الوضع اللي هنا. برغم انا عندي فوبيا البحر، شفت انا قاعد انا رامي نفسي لقدام ازاي. انا رعب، انا بخاف جدا من الميه، بس بحب اشوفها، يعني احب اتفرج على البحر، انما انزل مستحيل. انا عاوز اقول لك بقى لو نزلت السمك قدامك ياه ربنا يسهل له حاله واحنا في حالنا، خليه هو في ميته واحنا في ارضنا. انما انزل له تحت الاقيه هو يطلع لي فوق اكله ماشي، انما انا ماليش فيه خالص، لا ماليش في الميه خالص، مش عارف ليه. وبعدين سالت ناس كتير هو انتوا، وانا يعني انا حاسس ان انا الوحيد اللي عندي كده، كل ما اكلم حد يقول لي ما ننزل شويه ما نعمل شويه. انا مش عارف انا ليه. والبسين نفس الحكايه، ماليش، لا مستحيل برضه. فكرة العوم وان انا رجليا مش على الارض ده موضوع بيرهقني جدا. ده انا الطيران، انا عندي عادة غريبة جدا، اما اركب الطيارة بنام، ربنا بينيمني، لاني لو صاحي اللي بيبقى جنبي بيشوف ايام منيله ب60 نيله، ببقى كل شويه ماسك في البتاع وبعمل حاجات فبنام. ايه ابرز موقف كوميدي اتعرضت ليه في فيلم من افلامك مع الكوميديانات كتير اللي انت اشتغلت معاهم؟ هو يعني انا دايما بيحصل مع هنيدي حاجات غريبه جدا، لانه بيجي لي كريز الضحك دايما. ان هنيدي في ساعات بيبقى هو داخل مركز جدا، وانا في حاجه ببقى عارف ان هي بتخرجه من التركيز، ما تعرفش بقى انا دماغي بتوديني ان انا ابوظها له. يعني هنيدي ما بيحبش حد يسلم عليه ويبوسه من خده، انا وهو واقف في الشط بروح بايسه فجاه من خده بيبوظ الشط. بنقعد 3 ساعات عبال ما نستجمع تاني، لدرجه ان هو بقى يتفق مع يقول ما بلاش هزار بقى خلينا نخلص. يروح جاي واحنا في الشط لمجرد عينيه تيجي في عينيا يروح ضاحك يقول لي كنت عايز تعمل كده، واقول له يا عم انا عادي اهو. فانا ده طول الوقت في علاقتي بهنيدي. ولكن من المواقف اللي انا لن انساها موقفي في فيلم الطريق الى ايلات، انه في شوط الاستاذ في البحر، انا بقى كنت قاعد في الزودياك ما بنزلش الميه، فوانا قاعد هو في شوط كده بقول يلا وحوش، فواحد ورا واحد بيتشقلط كده في الميه. انا متوقع انه هو لما يتشقلط كده، فانا عامل توازن خايف الزودياك يجي كده. فمش عارف بدأ الاستاذ عزت العلايلي مش عارف مين نط تك تك تك، جينا هنا عند محمد سعد. محمد كان لسه متعلم العوم، فجاي بيعمل، فانا قلقي عليه رحت ماسك رجله، فحصل ايه بقى؟
بقى دماغه في الميه وانا ماسك رجل. بس طبعا الشوط وجات لنا كريز الضحك وقالوا لي انت مسكت رجله ليه؟ قلت لهم انا كان هيقع، قالوا لي ما هو لازم يقع. احنا بنستمتع بمهنتنا وبننبسط بيها، بس هي صعوبتها في انك انت ازاي تتحمل وتعدي الامور فيها، تبقى عارف احنا بنسميها لعبه، العب يعني انبسط، مش تاخد الموضوع بتنشن، لانه خدته بتنشن انت مش هتستمتع. مهم تصبر، احنا بنفضل قاعدين مستنيين الشط يجهز بالسبع ساعات. فانت عشان تدخل لازم تفك، لازم تهزر وتعمل عشان اليوم يخلص. بس فانا سعيد جدا بكل التجارب اللي الواحد عملها والله. عملت كم عمل لغايه دلوقتي؟ انا دلوقتي على حسب اللي بيقولوه في جوجل او في ويكيبيديا او موسوعه السينما او موسوعه الممثل اللي موجوده على جوجل، اللي قالوه هم 130 عمل سينمائي وتلفزيوني، ولكن انا عامل اكتر. انا عامل تلفزيون بس لا يقل عن 140 مسلسل ما بين سيت كوم ومسلسلات وفي مصر وبره مصر. السينما انا عامل 90 فيلم ما بين ادوار ضيف شرف، ادوار صغيره، بدايات، دور كبير، دور صغير، دور يعني. وانا في السينما بستمتع بيها حتى لو بمشهد، لان السينما تركيز كامل، فانا بحب ابقى في ده. المسرح انا عامل يعني على الاحتراف 12 مسرحيه، غير الاحتراف انا مش عارف عددها. يعني دخلنا في 240 عام تقريبا في على مدار 35 سنه. ما هو النهارده كان او الاسبوع ده كان تكليل لل 240 عمل دول بالظبط. انا ليه سالتك بالسؤال عملت كام؟ لان انا عارف ان في مغالطه ان هم مكتوب رقم والرقم غير كده تمام. غير كده صح. فاحنا بنتكلم في 240 عمل سينما وتلفزيون ومسرح بالظبط. فخدوا بالكم يعني محدش غير الاذاعه. الاذاعه بقى دي انا اتربيت فيها وعامل في الاذاعه. وديزني انا عامل دوبلاج افلام ديزني، عامل حوالي 4 افلام مهمين، على راسهم واشهرهم مولان موشو وتيمون وبومبا المسلسل ولامبروزو. ده شغل ديزني دوبلاج. اما الاذاعه انا تقريبا عامل 420 مسلسل اذاعي بحلقات متنوعه. يعني مثلا في مسلسل كان بيعمل مثلا 100 حلقه، فانا كنت بسجل. وانا بسجل في الاذاعه دايما بسجل يوم كامل، فاعمل في اليوم الكامل مثلا 60 حلقه اللي هي المسمع، او هي مثلا 4 مسامع الحلقه. فالاذاعه برضو كانت عظيمه بالنسبه لي وتجربه ثريه جدا، وانا بحب الميكروفون جدا. احمد السقا ليه معزه خاصه طبعا، ده اخ وعزيز وصديق وابن. والسقا يعني من الناس اللي تلاقيه ظهر طول الوقت، جدع طول الوقت. وهو مش جديد عليه لانه هو ده ميراث، هو وارث الجدعنه والرجوله والطيبه والصحوبيه، صاحبه من والده الله يرحمه الاستاذ يعني صلاح السقا. ده عاشرته وكان ليا الشرف ان انا شفته وقابلته وقعدت معاه. هذا الرجل كان عظيم وفنان مهم، وده رائد من رواد الفن العرائس. واعتقد ان هو ادخل ابداعات جديده على فن العرائس في الوطن العربي. السوشيال ميديا يعني بحسها كده بودكاست صغير، يعني ما وراهمش حاجه غير ان احنا نقعد نهري ونزيد ونعيد. طبعا. بتستقبل ازاي بقى يعني انت جيل اللي اتربيته انك تشتغلوا فالناس تسقف لكم صح. برافو. بس الامور اختلفت وبقى فيها لا، وبقى فيها تلاكيك وفيها تنمر وفيها اصطياد لحظات عشان تصنع ترند او تصنع كذا. بتوع الموبايلات دول، ما هم دول بيظهروا معانا بقى في العزا، بيعملوا بلاوي، بيظهروا. يعني انا شايف حدث مثلا الايام دي عجيب جدا بالاخ حسن الهلالي. انا حاسس انه بيصنعوا ترند. الموضوع مش حقيقي ان بياخدوه ويلفوا، يعني زي الواد بتاع الكشري، زي يعني
يعني فكره سب الفنان. احنا زمان كنت اما اشوف فنان على الحقيقه اتخض ويصيبني الدهشه، هل هو حقيقي زيي ولا لا؟ وكنا انك تحتفظ بصوره النجم بتحبه بابيض واسود وتشيلها في محفظتك او تعلقها في اوضتك، وهو ده مثلك الاعلى وهو ده اللي يحببك في الحاجه، ده كان شيء عظيم. طبعا. دلوقتي الفنان بقى في المتناول الايد، بتلاقي صفحته الفيس بيطلع لايف في التيك توك وبيعمل مش عارف ايه، فبقى سهل جدا انك انت مش تنتقده، انك بتهاجمه. وانك يعني انا منزل صوره ليا مع النجم الجميل الروسي البروفيسور ميخائيل جريغوري، لقيت واحد كاتب لي حاجه غريبه جدا: يا عم ما تسيبك من العالم دي وروح حج. انا مش فاهم. الا الله، طب ما بيحج والله. طب انا عشان انا حجيت قد عمره، يعني لو هو عنده 15 سنه انا حجيت 15 حج، الله يكتبها له كمان. بس هي الفكره انت ليه بتتدخل في خصوصياتي؟ وبعدين انا ما جيتش جنبك، ده انا منزل صوره فرحان بانه بروفيسور زي ده ونجم ممثل مهم في الصناعه بتاعتي، انا مبسوط ان انا قابلته فمتصور معاه وانا فرحان لانه دي شغلتي وانا بدور على مين المبدعين يعني. فانت ليه بتكسر فرحتي؟ هي الفكره تعمل دور فيروح شتمك، يا عم روح نام، بتتكتب كده. انت بتقول ايه؟ انا طبعا على الجانب الاخر في ناس واعيه فيها، ولكن اعتقد ان الامل في الصحافه العظيمه والمواقع المهمه الموثوق فيها، لان هي الوحيده اللي بتساندنا زيكم كده، زي انتوا جايين وشو مستحمل طريق وجاي وقاعد هنا عشان تغطي حدث مهم. انت الموضوع ده كان ممكن تعمله هناك، لان انت عشان انت دي مهنتك وبتدافع عنها وعايز تبقى تعمل فيها بصمه وتنقل حقيقه. حاجه اقول لك عليها بقى، انا الكلمتين اللي انا بقولهم لك دول ربنا سبحانه وتعالى هو اطلق لساني بيهم، فهو هيحاسبني عليهم. لو انا هقابل ربنا وبعدين الالسنه بتهلك وبتودي في جهنم، كلمه مسؤوليه وربنا هيحاسبنا عليها. فارجو من الناس معلش، هتلاقي لسانك بيقول حاجة، امسك لسانك، امسك لسانك، امسك الكلمة دي، لأنه والله أنت قد تصيب بالكلمة دي حد تسيء لي تجي له جلطة يموت فقتلت. فاحذروا الهجوم يا جماعة. مش عاجبك فلان ما تشوفوش، أنت حر يا عمي. ما فيش من صفحته، ما فيش حد متفق عليه، ما فيش من مخلوقات ربنا متفق عليه. الله سبحانه وتعالى في ناس خرجت عن المله واعترضت على جلالته، يعني في الاخر يا عم انت تحمل لسانك وتحمل، ولكن خد بالك لسانك ده هيوديك في داهيه. دايما نجم كبير ونجم متألق، واحنا سعداء جدا بوجودك معانا في قناة سرمد السعودية. حبيبي ان شاء الله نشوف ابداعات كتيره منك. وانتوا ناس محترمه وقناه محترمه، وانا من خلالك بوجه تحياتي للشعب السعودي، اخواتنا وحبايبنا واهلنا، وانا بشكل خاص لان انا يعني تربيتي الأولى في المملكة العربية السعودية وارتباطي بالمملكة العربية السعودية ارتباط وثيق، وسعيد بالتطور اللي حصل في المملكة وسعيد بالإنجازات، برغم أن أنا مش عضو فعال في دي، ولكن أنا كفنان مصري مبسوط بإخواتنا الفنانين السعوديين إن أصبح ليهم قنوات جميلة، وأصبحت أحلام الشباب الموهوبين هناك بتتحقق على أيدي المسؤولين هناك، فأنا بشكرهم وربنا يوفقهم يا رب. شكرا يا فندم حبيبي. بتنزل معايا الغطس؟ يلا بينا. يلا بينا.